من الذكريات نبشت وفتشت، والآن سنلتصق بالحاضر وأمال المستقبل. الأخضر السعودي بلونه الأبيض كالزائر اليوم على مدينة كوالالمبور. الفريق العراقي بظروف السنوات وقسوة الأعوام مرة أخرى يخوض تصفيات كأس العالم خارج الديار. لعب في الأردن ولعب في الكويت ولعب في طهران، واليوم يلعب في محطة أخرى غير الموطن والأرض هنا في استاد كوالالمبور في علم شاه. يبدأها شنيشل بهذه الأسماء. واقعيا سيعطي الفريق السعودي أجنحة للطيران لحلم الخامسة يا موسكو. ترجع الكرة وسط الميدان، انطلاقة قوية، ريتم ودربي العرب دائما بإثارة، وكرة طويلة والسهل الحارس. ترجع الكرة لياسر المسليم، قرابة 60 مباراة دولية. عبد الأمير كرة في وسط الميدان، ترجع رقم 8. التغطية دفاعية أولى والثانية، الوسط يربح كرة والكرة مؤمنة عن طريق يحيى الشاري. يلعب يحيى، حاط الكرة على الظهير اليمين، حسن معاذ فلات لا يفلت، والكرة لا تفلت من دفاعات الأسود. ترجع الكرة بالرقم 9، الرقم التاريخي ليونس محمود. العراق دائما كان لديها رصيد من المهاجمين الأبدال بذكريات علي كاظم ثم حسين سعيد. الجول يا دور التاريخي للأسود، 63 جول. العراق مركز يمشي عزيز، يتقدم جاستين خطيرة، أول كرة أول لعبة تسديدة، يفكر ركنية الثانية من جانب الأسود. المنتخب العراقي في اتاك عن طريق التسعة، والتسعة هو أحمد ياسين المحترف السويد. حذاري من ضربة الراس، كرة تمشي بعيدة في أمان، ترجع عن طريق عزيز. يلعب جاستن كرة طويلة ما زالت صعبة على المنتخب السعودي. كرة ثانية ياخذها الفريق العراقي، يحاول يباسي ممتازة جدا، خطيرة، عرضية أخرى وتسديدة، والهدف الأول يضيع. أول أهداف المباراة قريبا من المنتخب العراقي. وضعية صعبة جدا على المنتخب السعودي، وضعية صعبة جدا وبداية واعدة. الفريق توالت الهزائم في اخر المشاوير، ولكن اعتقد ان رياكشن اليوم ستكون كبيره من المنتخب العراقي اللي عنده الشانس، والدفاع بامتياز السعودي، والتسديده كما جاءت، ما زالت الخطوره، ما زال الضغط الرهيب، ما زال عزيز، والراسيه كره ضاعت. كرة انتهت من سات العربية ومعظم المشاركات القارية في آسيا، فإنه التفوق السعودي يبدو باكتساح في تصفيات كأس العالم. تصفيات مونديال 82 1-0 السعودية في الرياض، عام 94 في الدوحة 1-1، ثم تصفيات 2002 2-1 1-0 فوزين للأخضر السعودي. ساهم في وصول الأخضر والصقور إلى الدورة النهائية في كوريا واليابان من ذاك العام. ترجع كرة عراقية، المنتخب العراقي بامتياز، منتخب العراقي يحل اللعب على الأطراف، ينطلق الكرة تمشي خطيرة عن طريق سعد عبد الأمير، كرة ممتازة والتسديدة والهدف الأول. 1-0 للعراقي، 1-0 للعراقي، 1-0 عن طريق الرائع مهند كرار. 1-0 عراقية، عبد الأمير على الأطراف، شوف اللفة والدوران، شوف الضربة والكرة في المرمى، يا ولد يا ولد يا ولد، الكرة العراقية. 1-0 مهند عبد الرحيم كرار. يعني مباراة مثيرة مثل هذه الجمهور يعطيها اللون والطعم والرائحة الهزازي. 1-0 يخرج فيها محمد حميد، يخرج فيها الحميد أول. النتيجة ما زالت تشهد التقدم للمنتخب العراقي جدا. يمشي في الكرة فيها على عبد الزهرة. مباراة تكتيكية أكثر الآن بعد الهدف، مباراة تقريب منحصرة في وسط الميدان. مرة أخرى الأطراف ومرة أخرى عزيز، خطيرة وفرصة كبيرة، والثانية ضيع على المنتخب العراقي. هلا عبد الزهرة اللي يلعب وراء المهاجم رقم 8